السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالى نعمل مع بعض النهارده حاجة حلوة. انا كنت قاعدة فلقيت نفسي عايزة اكل اي حاجة حلوة، فقمت لقيت عندي لفة جلاش، بدور في التلاجة لقيت لفة جلاش. تمام. وعندي كريم كراميل باكت، ولقيت عندي لبن، لقيت المقادير عندي 3 تفاحات لقيتهم مركونين في التلاجة. فقلت ايه، قومي يا بت تعملي اي حاجة حلوة وسريعة. فانا هعملها دلوقتي. دهنت الصينية اهوت. تمام. هاخد ورقتين جلاش كده، ورقتين فوق بعض، اجي جاية ماسكة الورقتين دهنهم كده اهو كده كده. خليكم معايا بس في الخطوه دي كده عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. وهتيجي جايين عاملين كده بسرعه بسرعه اهي. وتيجي جايين عاملين كده لفينها كده عشان تطلع معاكم ورده اهي كده. ما تكبسوهاش قوي، تخلوها مفرقه كده من بعضها عشان لما الخليط ينزل فيها اهي كده. تيجي جايين في الصينيه اهي، تيجي جايين في الصينيه حاطينها كده اهي. هعمل كمان واحده برضو دي كمان ورقه اهيت. برضك خدت ورقتين فوق بعض واعملهم كده برضك، هدهنها كده كويس بالسمنه. سمنه على زيت او زبده على زيت، المتاح عندكم اشتغلوا بيه. انا كان عندي سمنه اهي. بصوا تكشكشوها كده، سهله جدا ما فيهاش اي نوع من الصوص. تعملوها كده اهي اهي، تطلع معاكم شكل ورده اهي. مم. كده تطلع معاكم كده بالطريقه دي. انا مش عايزه ايه ان انا افرقها، ان انا اضيقها قوي عشان تشرب جوده. هتطلع معاكم بالمنظر ده. تمام. هخلص بقى ال- الورقتين دول كمان معاكم، وبعد كده هخلصهم كلهم بقى مع نفسي وهرجع لكم. بصوا هاتين كده برضو اهيت اهي اهي كده اهي. تيجي لفينها كده اهي 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 اهي. تطلع معاكم بالمنظر ده. تمام. هخلص بقى كل الكميه وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل مع بعض ايه. لسه اديني خلصتها اهو، عملتها وردات زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. ماشي. هركنها بقى على جنب. وتعالى بقى هنا نيجي للبن. انا هنا زي ما قلت لكم في اول الفيديو نص كيلو حليب اهو. انزل عليه بالباكيت كريم كراميل. تمام اهو. ده هنخليه في الاخر، هنقول لك هنعمل فيه ايه. تعالوا بقى هنا على البوتاجاز، هنبتدي نقلب بقى في الكريم كراميل في اللبن كده لغايه ما ايه، ما يغلي معانا. وهنشوف بعد ما نخلص الكريم كراميل هنرجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. اهو يا عسل، شفتي تقل معايا بالطريقه دي وغلي اهوت، تقل معايا بالطريقه دي. هنيجي واخداه بقى كده. تعالوا بقى معايا. وهاجي نازله بيه فين؟ على الجلاش اهو كده بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما وانتوا بتعملوا الحاجه كده تسموا بالله وتدعوا في اخواتنا اللي في فلسطين ان ربنا يرفع عنهم البلاء ويهد عنهم العدو الصهيوني ده. اللهم امين يا رب العالمين. في حق الايام المفترجه الكريمه ديت ادعوا لهم يا جماعه ان ربنا يرفع عنهم البلاء ده يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. كده انا مشغله الفرن من ساعه ما بدات في الكريم كراميل، حطيته على البوتاجاز. وانا جيت مشغله الفرن، لو عشان انا فرني كهرباء، انتوا بقى فرنكم غاز، تشغلوه من اول ما تبتدوا في الجلاش عشان يلحق يسخن. تمام. هدخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن هنعمل ايه تاني فيه. بصي عسليه مهلبيه. هننزل هنا كده بكوبايه سكر الا ربع. الكوبايه دي عندي كوبايه الا ربع، يعني انت تعملي بقى كوبايه الا ربع لو هتعملي بتاعه الشاي. انا ما اعرفش سكر التموين حاطين فيه ايه. سكر اهو زي ما انتم شايفين. هاجي بقى نازله عليه بالتفاح اللي انا قشرته، اللي انا قلت لكم قشرته وقطعته. تمام. وهاجي نازله بمعلقه القرفه عشان انا عايزاه يتكرمل مع بعضه. ماشي يا عسل. نيجي جايين ايه، واخدينه تقليبه يا سكر. انتوا وهي ما تنسوش تدعوا لاخواتنا اللي في فلسطين. امانه عليكم كل اللي يشوف الفيديو بتاعي يدعوا لاخواتنا اللي في فلسطين. في حق الايام المفترجه دي ربنا يرفع عنهم البلاء ويهد عنهم العدو الصهيوني. اللهم امين يا رب العالمين. فانا هفضل بقى اقلب فيه كده وموطيه النار خالص اهيت، وهفضل اقلب فيه لغايه ما يتكرمل خالص ونشوفه بعد ما يتكرمل. بصي يا حلوه اهو، انا موطيه النار خالص ازاي عشان ما يتحرقش معايا، وسايباه على هادي خالص. تمام. وبقلب فيه بالراحه خالص علشان خاطر لغايه السكر مساح مني. حتى بقى حته في الطاسه لسه بتسيح اهي. فانت ايه، تنك تقلبي فيه كده بالراحه وتنك موطيه. يعني بوريكي كل المراحل عشان ما تقوليش ان انا اتحرق مني. سامعاني اهو. يلا. بقول لك ايه يا غاليه انت وهي، بصي تنزلي بقى كده بكيس العسل بتاع الكراميل اللي احنا كنا شايلينه في الاول، اللي هو كان في الباكت ده. ماشي يا سكر. بقول لك ايه يا حلوه،
انا عايزاكي تدعي لبتوع فلسطين بالله عليكي، كل اللي تشوف الفيديو انا عايزاها تدعي لبتوع فلسطين، اي راجل اي ست اي بنوته عسل كده حلوه اموره تدعي لبتوع فلسطين. ماشي. تعالي بقى ايه نقلب ده كده 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 مع بعض. ماشي يا حلوه، ماشي يا سكر، يا عسل، انا بحب. يلا يا غزال انت وهي، تعالي بقى نحط ايه بقى اللي احنا كرملناه ده. تفاح نحطه هنا كده كده. ماشي يا عسل، ماشي يا سكر. انتوا عارفين لو ما اديتولوش لايك على الوصفه اللي انا عملتها دي انا هزعل منكم، ولو زعلت منكم هسامحكم عشان انا بحبكم. هعمل ايه طيب؟ ماشي يا حلوه. يلا بصي يا حلوه، بصي يا قمر، بصي يا سكر، بصي يا عسل. وحياة ربنا البتاع دي طعمها جميل جدا اقسم بالله. عايزه اقول لكم على حاجه والله بتكلم جد بقى المره دي، اللي مش عايزه احط قرفه يا حبايبي عشان في ناس انا عارفه ما بتحبش القرفه، ما تحطش قرفه. فجر بيأذن وانا بعمل في حاجات حلوه عشان اكلها. شفتوا بقى؟ هبقى عامله شبه الدبابه ان شاء الله. انا عايزه اقطعها معاكم فانا هسيبها تهدى شويه وبعد كده نقطعها وناخد حته كده ايه ونلغ مع بعض. بصوا انا ايه عندي حب الاستطلاع بصراحه ان انا اشوفها وادوقها. هي المفروض تخش التلاجة بس انت يعني انا مش قاعده سهرانه لحد الفجر عشان في الاخر ادخلها التلاجة واستنى لسه لحد الصبح لما اكل منها. ما يرضكمش. عمال ابني قاعد جنبي على الرخام عمال ايه يكسر لي في الحاجه. يا واد استنى. انا بصوا طلعت ايه قطعه اهي، قطعه هنا في الطبق وثاني قطعه. المصحف شكلها جميل جدا، انا اول مره على فكره اعملها فهدوقها واقول لكم رايي فيها. اشوف انا فعلا سهراني ده جيب فايده ولا مش بفايده. اه بس هي شكلها جميل. اكيد اكيد لازم انا ادوقها وهقول لكم رايي. انا بقى كده خليكم معايا. النعمه جميله، محدش يحط لها عسل يا جماعه عشان الخليط ده مخليها جميله. انا عارفه ان انا رخمت عليكم في الفيديو ده قوي بس والله العظيم بجد انا بتعامل معاكم عشان انا بحبكم فعلا وربنا يعلم انا بحبكم في الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ماشي. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا اللي في فلسطين بعيد عنكم الكلام تاني. لو عايزين اي وصفه ابعتوا لها على انستا هتلاقوا رابط التيك توك ان شاء الله في صندوق الوصف او تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.